تعالوا نعمل مع بعض وصفة من وصفات الأفران الجميلة. هنعمل مع بعض البقسماط المقرمش المحمص بأسهل طريقة وعلى قد الإيد، مش مكلف خالص، والنتيجة هتطلع معاكي ناجحة جدا. أحلى بقسماط هتعمليه في البيت، مش هتشتريه من بره تاني. خلاص عرفنا السر. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض ازاي. معايا كده في البداية نص كيلو من الدقيق، هحط عليه رشة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقتين كبار من السكر. هقلب المواد الجافة مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت. هقلب بقى الزيت مع الدقيق كويس لحد ما الدقيق يتغلف بالزيت كله. بعد كده نبدأ نلم العجينة بتاعتنا بمية. معايا كوباية مية، هبدأ احط شوية بشوية لحد العجينة بتاعتي ما تتلم. العجينة بتاعتنا طرية وناعمة، تقدر اللي انت تعجني فيها حوالي 7 دقايق علشان تديكي نتيجة حلوة. يعني اخدميها يعني بمعنى اصح. وصلت معايا للنتيجة دي زي ما انتوا شايفين، حاجة كده جميلة جدا. الملمس بتاعها ناعم وطرية وحاجة كده تحفة، مش طرية اللي هي بتلزق. تمام. بعد كده احطها في البولة تاني واسيبها ترتاح ربع ساعة، مش هنسيبها تخمر، هنسيبها ترتاح بس. على ما ترتاح معايا نص كوباية من السمسم الابيض، هحط عليه معلقتين كبار من المية وهقلبهم مع بعض علشان العجينة بتاعتنا السمسم يمسك فيها وتبقى حلوة. هركنها على جنب، وبعد كده هجيب السجون اللي هشتغل فيها وهبدأ اللي انا امسحها بمسحة كده بالزيت بالفرشة علشان تبقى جاهزة معايا. بعد كده هجيب العجينة بتاعتي، هبدأ افردها حاجة بسيطة بقى، اي قطعة عندك بقى تبدأ اللي انت تقطعيها. هاخد قطعة كده منها وهبدأ اللي انا ابرمها بالشكل ده. هتتبرم معاكي بكل سهولة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. بعد كده تبدأ اللي انت تجيبي السمسم، وبعد ما تبرمي العجينة تبدأ اللي انت تحطيها في السمسم كده. هتتغلف بالسمسم والسمسم هيمسك فيها وهتبقى معانا زي الفل. وبعد كده ابدأ اللي انت حطيها في الصاج. تعالوا ناخد قطعة تانية كده. هبدأ اللي انا اخد العجينة وتاخدي على الحجم، لو هي كبيرة معاكي اقدري اللي انت تقسميها وتاخدي على قد الصينية اللي انت بتشتغلي فيها. هبرمها بالشكل ده، وبعد كده هبدأ اللي انا احطها في السمسم، وبعدين هحطها في الصينية لحد ما بخلص الكمية بتاعتي كلها. عايزة اقول لكم ان انا عملت كمية ما شاء الله حلوة جدا من النص كيلو، والكمية دي مش هتاخد معاكي وقت خالص في عمايلها. يعني مفيش 10 دقايق هتكوني خلصت الكمية بتاعتك كلها. هفضل اعمل بقى كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة، وبعد كده نرجع نشوفه مع بعض. شايفين؟ لو حسيت اللي هي طويلة قوي بقوم قطعاها، بتتقطع معايا بكل سهولة. وخلي مسافة بين الواحدة والتانية علشان لسه هيخمر. خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين، هسيبه بقى يخمر. في الوقت ده كان خمر. هدخله بقى الفرن على الشبكة على اهدى درجة حرارة عندك. لو الفرن بتاعك بقى بدرجة حرارة بأرقام يعني هتحطيه على 150 علشان ما يتحرقش منك، وما تشغليش الشواية خالص. هو هياخد لون لوحده من غير ما تشغلي الشواية، وهيطلع معاكي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. واول ما يطلع ما تغطيهوش خالص، سيبوه مكشوف علشان يقرمش كده معاكي ويبقى حلو وما يطراش منك. البقسماط غير اي معجنات بتطلع وبنغطيها. تمام. شايفين شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله، وكله مقاس واحد وحاجة كده تحفة جدا، ومستوي من جوه واخد لون حلو جدا ومفتح كده، مش مكتوم خالص. فحاجة كده في منتهى الجمال واللذاذة. شايفين الجمال؟ عملنا احلى بقسماط في البيت باسهل طريقة، مش مكلف خالص. زي ما قلنا على قد الايد، كل حاجة متوفرة عندك، مش هيتكلف عليكي نهائي. تقدري تعملي كمية اكتر من كده لو انتي عايزة. يبقى عندك كمية لأي ظرف انت عايزاه. لو انت عايزة بقى تعملي كمية كبيرة وتحتفظي بيه، بعد ما يبرد هتحطيه في كيسة وتربطي الكيسة كويس جدا. هيفضل معاكي مقرمش ومحمص وزي الفل. تقدري بقى تاكلي بجبنة، تعملي كوباية شاي او كوباية شاي بلبن وتاكلي بيه، بيبقى طعمه حلو وخفيف كده وحاجة في منتهى الجمال بجد. شايفين الجمال؟ ممكن بقى ايه في فطار، مثلا بين الوجبات لو عايزة تاكلي حاجة خفيفة كده، هيبقى معاكي حلو جدا.
بحتة جبنة كده او بكوباية شاي هيبقى تحفة جدا. عايزاكم تجربوا بقسماط الافران في البيت بالطريقة دي، هيطلع معاكي ناجح جدا، مش هيتكلف عليكي، وما شاء الله هيرمي معاكي نص كيلو، كمية حلوة جدا، وهيطلع معاكي مستوي من جوه ومقرمش ومحمص. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا، واشوفكم على خير دايما.